هو مسلم أم لا؟ تفضل لك اللقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لا يجوز عزيزي الكريم. من يقول ذلك فهو خارج عن ملة الإسلام. معك الماء. جدا المستعان. يا أخونا أسد، لو يا أخو بارك الله فيكم، أخونا أسد موجود؟ بارك الله فيك، اكتب رقم 1. أخونا أسد، تعبنا أخونا أسد في موضوع القفز، ما شاء الله النت عنده قوي. لو أحد ينبه على الخاص يا أخو، قفز عليه بيجي 6 مرات يا جماعة الخير، كل شوي يقفز. طيب تفضل يا سراج الحق. من يقول إن النبي يدخل النار هل هو مسلم أم كافر؟ تفضل لك اللقب. الحمد لله رب العالمين. الرسول الأكرم باستطاعته أن يدخل النار فتكون بردا وسلاما ويخرج منها متى يشاء، لا إشكال. أوف أوف، النبي عندكم يدخل النار؟ النبي، شوي بشوي، حد بيسجل يا اخوة؟ حد بيسجل؟ طيب ممتاز. الآن تفضل يا سراج. سراج لك اللقب مرة أخرى، قل لي هل النبي يدخل النار أو لا؟ لك اللقب. والله أعلم يا أخو، والله أعلم في برنامج، بس ثواني شوي. تفضل لك اللقب يا سراج، لك اللقب. هل النبي يدخل النار، نار جهنم؟ الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تفضل لك اللقب. الحمد لله رب العالمين. نقول ردا على سؤالك أخينا الكريم أن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام هو ولي الله، وباستطاعته أن يدخل النار متى يشاء وأن يخرج منها متى يشاء. معك المال. طب والأئمة يا سراج، الأئمة يدخلون النار ولا بس النبي يدخل النار؟ هذه حالة خاصة بالنبي أم في الأئمة؟ تفضل لك اللقب. الحمد لله رب العالمين. ردا على سؤالك، النبي. شوي يا سراج، شوي بس. مالك الحزين، لا تسأل عن الدليل لو سمحت. انت شاك بكلامه يعني يا مالك؟ انت شاك بكلامه؟ تفضل حبيبنا البرهان. انا والله نقطته عشان اعطيك اللقطة يا حبيبنا البرهان. تفضل لك اللقطة يا الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا رائد. حي الله الأخوة جميعا والأحبة، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بك يا سراج الحق. أهلا وسهلا بك سراج الحق. أنت تعتقد أن الصدى الذي واضعه أنت سيوصل الحق إلى الناس، أو الحق يصل بالدليل والبرهان؟ أنت تعتقد أن المهندس الصوتي الذي فعل لك هذا الأمر وترديد إنما هذا يوصل الحق إلى الناس؟ تتوقع يريد اللاقط. لا يكتب على التكست، أنا الإدارة ليست عندي، أنا طلبت مداخلة، لكن للتصحيح الذي يوصل الحق إلى الناس يا سراج، هدانا الله وإياك، هو الدليل. الدليل أن تقول قال الله وقال الرسول، هذا الذي سوف يوصل الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أما إذا اعتقدت أن المهندس الصوتي الذي وضع لك هذا كله من الخرافات ومن المرض النفسي الذي يعتقد، أنا أتوقع أنك في يوم من الأيام سوف تقول أنا المهدي المنتظر، وفي يوم من الأيام تقول أنا ولي من أولياء الله الصالحين والعياذ بالله من ذلك.
فأسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويعافيك، والله جد أسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويعافيك. وهذا مرض اسمه داء العظمة أو جنون العظمة. يا ريت تقرأ وتطلع. هذه مداخلتي بارك الله فيك للتصحيح فقط، لعله يتعظ أن الأمر هو في قال الله وقال الرسول. كان على الله حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا المرور على الصراط يا إنسان عادي. إذا قرأت آية فاقرأ تفسيرها يا ذكي. لك اللاقط أخونا رائد، شكرا جزاك الله خير. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا الحبيب وأحسن الله إليك. وبالنسبة للدليل يا شيخنا مالك، يعني بالعقل، يعني إذا سيدنا إبراهيم دخل النار وما حرقته، يعني النبي، يعني أنو أحسن بالله، أنو أحسن، النبي أو سيدنا إبراهيم؟ ها يا مالك. هيك هذا دينهم هيك باللي يعني، مع انه حتى القياس عندهم حرام، والله ما بعرف كيف بقيسوا. الله سبحانه وتعالى يقول، والآن يعني نبدأ في البرنامج بعد مباشرة: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. النار مثوى لمن يا إخوة؟ النار مثوى للكافرين والعياذ بالله عندهم. نعم يا أخوة، أنا بس حبيت أوضح للجالسين يسمعوا ما هو قول الشيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت. هذول هم الشيعة، هذا قول الشيعة في أهل البيت. طيب، حبيبنا رامي موجود؟ قلوا